ازيكم يا بنات؟ النهارده معانا اكله جميله جدا نقدر نقدمها للطفل من عمر 8 شهور، وهي البنجر. والبنجر من الاكلات الجميله جدا والمغذيه للطفل، ومش هنصدق كميه الفوائد ولا الفيتامينات الموجوده في البنجر. فعلا مليان فوائد كتيره جدا، والطفل كمان بيحبه لان طعمه مسكر، بالاضافه ان لونه جذاب جدا، لونه بيبقى جميل قوي والطفل بيحبه. وزي ما احنا شايفين بنجيب ثمرتين بنجر، نغسلهم كويس جدا وبنقشرهم وبنقطعهم قطع صغيرة علشان يبقى سهل اثناء السلق وما ياخدش وقت معايا في التسوية. والبنجر من الحاجات المتوفرة جدا في السوق، وفي نفس الوقت مش مكلفة تماما. وده بعد التقطيع هنحطهم في كمية مية متوسطة على نار هادية، لان البنجر بيحتاج سوا شوية. اللي حابب يسويه مع البخار مفيش مشكلة، انا بفضل الطهي على البخار جدا، لان دي من افضل الطرق للطهي عشان الحاجة بتحتفظ بالفوائد بشكل قوي جدا. بس البنجر انا بفضل اسلقه في مية علشان خاطر بيحتاج وقت اكتر للتسوية. وفي نفس الوقت انا مش بهدر اي مية بتتبقى معايا من البنجر، يعني المية اللي بتتبقى مني انا كتير بستخدمها. ممكن احط عليها سيريلاك، ممكن احط عليها مثلا لو عندي بطاطس مهروسة متبقية للطفل قبل كده بحطها في مية البنجر دي، بتدي قوام حلو جدا وبتدي طعم حلو جدا. بقدر استفيد بالمية المتبقية دي، ما هدرهاش مني. دلوقتي بعد ما البنجر استوى وزي ما احنا شايفين جاهز على الهرس، انا حبيت اسلقه في مية افضل علشان بياخد شوية زي ما اتفقنا شوية سوا اكتر. وزي ما اتفقنا انا مش هرمي المية دي اللي اتبقت معايا، انا هحتفظ بيها في علبة مخصصة لحفظ الطعام في التلاجة. وهحتفظ بيها في التلاجة وهحط عليها سيريلاك واقدمها برضو للطفل. ودلوقتي هنهرس البنجر، واحب افكركم ان انا بفضل ان احنا نهرس اكل الطفل في حاجة صغيرة زي كده. انا شخصيا خصصت مطحنة من مطحنتين التوابل اللي جايين مع الخلاط، خصصتها للطفل لان الخلاط كبير والاكل بيتنطور، فانا بفضل ان انا اهرسه في المطحنة علشان ما يتنطورش مني واقدر استفيد بكل الكمية اللي انا ههرسها. زي ما احنا شايفين ده شكل البنجر بعد الهرس، قد ايه لونه وردي وجميل جدا وشهي قوي وجذاب لعيون الطفل، وبكده اقدر اقدمه للطفل. وزي ما اتفقنا نقدر نضيف عليه كمان اي اكلة تاني او اي صنف تاني، ممكن بطاطس مهروسة او جزر مهروس، بيكون طعمه رائع جدا، وكمان بنعلي القيمة الغذائية للوجبة. وبالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو دوسي سبسكرايب او اشتراك للقناة عشان يوصلك الفيديو الجاي. باي باي.